والله يا شيخ راني والله باش نسأل وحاشمه بربي يا شيخ، لا تاخذ في خاطرك. لا مرحبا بيك. لا وخيان بناتي ما فما حتى مشكل، تفضل بسم الله. والله انا عندي الوالده ربي يفضلها. اي قبل كانت لاهي في روحها وفي دارها وتخدم وتحرك وكل شيء، ما تحبش تجيب حذايا، جبتها مده بحذايا هكا اخي وقعدت وليت رجعتها عندها دارها وعندها شهريتها ووليداتها موجودين والحمد لله معناتها. انا كم خدمتي ما عادش نجم نخليها في الدار، نخدم بالليل في الصحه ما نجمش نخليها وحدها في الدار، ديما غضبانه وديما متغشة وديما تدعي وديما ما يعجبها شيء. اي اس كان غلطت كي روحت بها لدارها ونطل عليها مريضه في الجمعه في 15 يوم ولا مانيش غالطه. انت سامحني، انت في دارك عندك راجلك ووليداتك؟ لا ما عنديش حتى حد، وحدي نخاف لا تصير لها حاجه بعدي انا هذاك علاش. تعيش وحدك انت؟ اي. وهي عندها بنات اخرين؟ لا ما عنديش، عندي بنايه ما عنديش، كان انا اما عندي مرت خويا وعندي خويا نقول لها اقعد في دارك وانا نمشي نطل عليك ونجي ونتفقدك وكهو. انت تخدم ديما بالليل؟ نخدم ديما بالليل يا شيخ. وين تخدم، في مستشفى؟ في مستشفى. لكن في النهار تنجم تقابلها؟ اي في النهار نجم نمشي لها ونتفقدها وكل. اي شنو مشكلتك تخليها عندك في الدار؟ شنو الحرج؟ ما نجمش، نخاف في الليل تبرد تطيح تزلق حاجه ولا تجرى حاجه، هذيك كان نخاف راه. هي كبيره قداش عمرها هي؟ 76. مازالت شاده روحها؟ مازالت اما بدارها لاباس عليها امورها واضحه، عندها شهريتها ولاباس الحمد لله. اي انت مشكلتك مشكل فلوس انت ولا شنية؟ لا مش مشكل فلوس، من نخاف لا في الليل تزرلها حاجه وكاهو هذاك اهو. والله بنيتي ايش باش نقول لك انا، نقول لك القضيه تصير لها حاجه، هذايا قضاء وقدر عند رب العالمين ونعم بالله ونعم. المساله هذه ممكن توقع وممكن ما توقعش. اما انت في العمر هذايا وساكنه وحدك بصراحه فيها مشكله كبيره برشا. انا مراه ساكنه وحدي بصراحه نتقلق وحدي، وحتى من العيشه متاعنا في المجتمع المراه وحدها ديما الناس ينظروا لها نظره معينه، وانت وضعيتك بيدو ما هيش منضبطه. كي تلقى ميمتك حيه وتقول لك نحب نجي نعيش معاك، تقول لها انت لا نخاف عليك لا تطيح، وتقول لك مانيش مقتنعه بالكلام نتاعك، تسيء بك الظن وتقول هذه عندها نيه اخرى، هذه تحب تطفشني وتحب تخرجني من الدار، الله اعلم شنو تحب تعمل وحدها، وانا نقعد كالكوره بين الذكوره بين الكناين نتاعي. يا بنيتي مش كيما الكنه كيما البنت، انت بنتها فهمت؟ كي انت تعيط عليك وحتى تضربك بالكف ما تتكلمش، مالك الا بنتها. اما كنتها ما تصبرش عليها، ما تعدي لهاش، تتقلق وتفد. فانت قداش عمرك يا بنيتي؟ ايش تلوش في دعوه الخير ولا لا؟ لا نلوش في دعوه الخير. هي ثم ناس اماتها ماتوا. نعرف شكون تمشي لدار المسنين يجيب امراه ويحطها في داره باش يكرمها وباش يخدمها هو وزوجته باش يربح منها دعوة الخير. يا أخي أنت ربي سبحانه وتعالى عطاك ميمتك حية ومازالت شادة روحها في 70 ما شاء الله، لا باس. أنت ماكي في النهار تروحي تقعدي معاها تحضري لها قهوتها وتمشي تتكي ترقدي وميمتك حية، حاجتها بيك تفيقك والبركة ودعوة الخير، وفي الليل أنت هي تخليها ترقدي تطمئني تمشي تخدم على روحك. شو مشكل؟ حتى ربي ينوب عليك وترجعي تخدمي بالنهار. خدمة الليل هذه متعبة بنيتي، وإن شاء الله ربي يفرج عليك منها وما تطوليش عليها ديما. أما واحد ميمته حية يا ناس وربي يكرمه بدعوة الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رضا الرب في رضاء الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. ما يرضى علينا رب العالمين في السماء ما يرضى علينا والدينا في الأرض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة الوالد لولده، ودعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. فمن بين الدعوات المستجابات يا ناس دعوة الوالدين، نم ولا البو، وخاصة يكونوا كبار. قال ربي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله يا بنيتي الله يهديك، أنا نلقى ميمتي 79 سنة ساق في القبر وساق البرة وانا عزابية ما عنديش لا راجل. انا ظنيتك عندك راجل، ظنيت عندك راجل عيرود ورجل صعيب، وقال لك امك ما نحبش تجي حذايا، قلت ربما من حقه. ظنيت عندك وليدات برشا،
قاعدة له هي بيهم وتعب عليهم، قلت ربما نعطيها عذر. أما أنت لا راجل لا أولاد، ما عندك حتى مسؤولية وعايشة وحدك، وأمك تجي في الدار تقولها بري عليا راني خايف عليك لا تطيح، لا عاد بنيتي، لا عاد سامحني، خليها تطيح، ربي يحفظها. وحتى كان طاحت قضاء وقدر والمكتوب في الجبين لازم تراها العين باش تطيح عندك انت ولا تطيح عند دار نسابك ولا دار خوك. فكيفاش تخلي امك النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد صحابي يسأل فيه قال من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. وفي الرابعه قال ابوك. المراه عندها الام عندها 75% حقوق، 3 بايات والبو عنده باي واحد، خاطر المراه حساسه، المراه ضعيفه، هي اللي حملت، هي اللي ذقت المر، هي اللي جاها الحس، وهي اللي تعذبت، وهي اللي ولدت، وهي اللي رضعت، وهي اللي كبرت، وهي اللي سهرت، وهي اللي ذقت المر. عطاتك لحمها وشحمها ومخها وعظمها ودمها وشعرها طاح وسنها طاحوا باش انت تولي مراه وتكبري، وبعد في عقاب عمرها ما تلقاش بنتها وتقول لي هي عند كنتنا. انا كنا مش كيما الكنه كيما البنت، وفما كناين طيبات وثم كناين ما شاء الله ربي يبارك فيهم تلقاها تخدم في عمتها وحماتها اكثر من بنتها، ربي يجازيهم بالخير وربي يثيبهم. يا بنيتي فيقي على روحك، راكي قاعده غالطه، رب العالمين سبحانه وتعالى جاب لك نعمه، جاب لك الجنه في طبق من ذهب وقال لك هذه امك تدخلي بها الجنه كان تخدمها. تقول انت لا تمشي لخويا، لو كان ما تخدميش امك وما تتفرغي لهاش حتى لتموت وانت ما عندك لا رجل ولا اولاد وربي يكرمك، اذا ما تخدميش امك عقب عمرها راكي باش تخسري برشا وباش تندمي وما عادش في يدك الندم. ففيقي على روحك قبل ان يفوت الاوان، فرصتك هذه باش تدخل الجنه، نطري بلاصتك. اي نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابواك جنتك ونارك. واحد مره صالح مات بوه ولا امه قعد يبكي برشا، قالوا علاش تبكي والموت حق؟ قال انا لا ابكي على الموت ولكن كان لي بابان إلى الجنة اليوم أغلق أحدهما. كان عندي 2 بيبان يمشيوا للجنة، أمي وبابا يدعيوا لي، واحد منهم تسكر اليوم باب تسكر، فقبل ما يتسكر الباب نتاع أمك اخدمي أمك واغتنمي الفرصة باش تنطي بلاصتك في الجنة. ربي يهديك بنيتي وربي يرجع بينا، وإن شاء الله تكرم أمك في أقرب وقت ترجعها للدار وتفرحي بها وتبوسيها من راسها ومن يديها ومن ساقها وقول باش نقعد نخدمك يا أميمتي لآخر رمق في حياتي. ربي يرضى علينا والدينا وربي يتوب علينا أجمعين، آمين 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 يا رب العالمين.